اسمع يا اخويا يا ابن ميتين الكلب، انت لو ما ظبطتش حالك معايا وغلاوه امك لنزلك الحظ مع الاشكال الوسخه اللي تحت وهخليك شبه دياسكي. معاك دقيقتين اتنين تحكي له فيهم كل حاجه وتفضفض لي وانا هسمعك يا اخويا. يلا. عارف يا اخويا ايه بقى؟ عارف يا باشا المشكله اللي الرئيس بتاعك خلى شاب زيي مش عارف يخطط لمستقبله لاسبوعين قدام، مش هقول لك سنين. خلى شاب زيي مش عارف يحلم حلم زياده. انا كل اللي فارق معايا مستقبلي هيبقى عامل ازاي، مش مستقبل البلد هيبقى عامل ازاي. يعملوا مشاريع، مؤتمرات، قرارات، يعملوا اللي انتوا عايزينه. انا كل اللي انا شاغلني دلوقتي الفلوس اللي بيطلع عين امي عشانها. هتعرف تعيشني ولا لا؟ هتعرف تخليني مستور ولا لا؟ انا الكلام ده غصب عني مش بمزاجي. انا زمان يا باشا كنت بخاف انام واصحى على خبر وحش، دلوقتي بقيت بنام واصحى عشان عارف ان كده كده بكره وحش. عارف يا باشا ايه اصعب حاجه ممكن تمر على شاب زيي؟ ان انا ابقى ماشي في الشارع ابص للناس الغلابه اتجنبهم، ما بقتش عارف اساعدهم عشان خاطر المرتب